ست بتقولي في جلسة انها قالت لجوزها على حاجة خاصة بيها جدا، واكتشفت ان كل كلامها عند مامته وعند اخواته وكلهم عارفينه. بتقولي ما كانش محتاج يعرف عليا واحدة تانية عشان ثقتي فيه تروح. الثقة مش بتروح بان طرف في العلاقة يلتفت بره الجواز لشخص تاني. كشف الاسرار كمان ممكن يمسح رصيد الثقة باستيكة. فلو قررتوا تكملوا بعد حدث كسر الثقة بينكم، لازم تسأل الشخص اللي ما بقاش يثق فيك اللي يطمنه. ما ينفعش تبقى بتقدم له طول الوقت هدايا وكلام حلو عشان ترضيه وهو مستني حاجات تانية خالص، وده عشان نختصر على بعض الوقت اللي هناخده عشان نبني الثقة تاني. حاجة كمان بقى، خد بالك قوي تخبي اي حاجة مهما كانت صغيرة، لان الوقت ده بيبقى عامل زي اللي متعور واقل خبطة هتوجعه تاني. خليك صبور وطول بالك. ما ينفعش تفضل تسألها مثلا هو احنا حياتنا هترجع تاني امتى، ودي بقى انا بسمعها كتير في الجلسات. او يقول لها ما انا قلت لك مش هعمل كده تاني، خلينا بقى نرجع كويسين. واياك ثم اياك تقول لها انت مكبرة المواضيع، او تقول لها مثلا ده هو حتة شات، امال لو كان حصل كذا كنت عملت ايه. كل تصرف من اللي قلت لك عليهم دول حتى لو انت شايفه عادي والشخص التاني شايفه حاجة كبيرة، بس لو قلت لها كلام من ده معناها ان انت مش شايف قد ايه الموضوع كبير عندها. فالثقة بتتبني بالمواقف، ولما بتتكسر بتحتاج مجهود كبير وصبر عشان ترجع من تاني.